السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. حلقه جديده من دنيا المطبخ. النهارده ان شاء الله هقول لكم على الكارثه اللي حصلت معايا، حرفيا كارثه بكل المقاييس. عملت الزبادي ويا ريتني ما عملتها، فلوسي كلها راحت على الارض. تعالوا مع بعض شوفوا ايه اللي حصل، كملوا الفيديو للاخر ويلا بينا نحط اللايك ونشتركوا في القناه لو مشتركناش. وتعالوا بقى شويه تشجيع كده واقول لكم هتسحروا ازاي النهارده لو حصل معاكم اللي حصل معايا ده. دلوقتي بقى معايا كوبايتين ونص من اللبن لسه جايباه من اللبان او من اللي هما الفلاحين. لازم يكون اللبن سايب مش مبستر. عايزه تعملي مبستر مفيش مشكله، بس يعني هو المفروض يكون لبن دسم كده عشان يعمل لك وش حلو للزبادي. اول كده ما غلى معايا اول غلوه ابتديت ان انا اشيل الفوران بتاعه ده بالمعلقه، او الغليان اللي بيبقى من فوق ده الوش بتاعه، واحطه كده في بوله على جنب. ودي كانت اول غلوه للبن. اول ما رفع معايا كده وغلى غلوه حلوه وشلت الوش بتاعه، حطيته بقى على يعني عين تانية ما كنتش والعه عشان يبرد شويه. اول ما برد كده حوالي 10 دقايق وهدا كده، رفعته تاني على النار، وبردك بالمعلقه بشيل القشطه اللي اتكونت من فوق. ببتدي كده اشيلها كلها وهو بردك النار شغال عليه لحد ما يغلي تاني غلوة. وهتشوفوه معايا دلوقتي وانا بغلي تاني غلوة، وهيفور بردك معايا كده وهيعمل الريم ده او الفوران ده، وبشيله بردك بالمعلقة دي كده تاني غلوة. وانا بغليه مرتين عشان خاطر المية اللي فيه او اي حاجة فيه تمسك، يعني تتبخر ويمسك معاكي في الزبادي كويس. وكملوا الفيديو لاني بجد مش بعمل شو ولا حاجه، وبقول لكم كده في الاخر مش هيطلع حاجه، لا بالعكس هتستفيدوا كويس جدا عشان ما تغلطوش الغلطه بتاعتي. اهم حاجه ما تنسوش اللايك عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس تشوفه. الفيديو ده انا زعلت جدا عليه لاني كنت مستنيه نتيجه غير اللي طلعت منه خالص. يعني هتشوفوها في اخر الفيديو باذن الله. والله ما هطول عليكم خالص، بس هتشوفوا اللي حصل بالظبط. دلوقتي بقى بعد ما شلت القشطه اللي عليه سبته يبرد لحد ما هاجي احط صبعي زي ما انتم شايفين كده واعد لحد 7. لو قدرت استحمل الحراره لحد رقم 7 وما قدرتش بعد رقم 7 وخلاص لازم ان انا اشيل ايديا منه، ده كده درجه حراره كويسه جدا، يعني زي رضعه البيبي. يعني اقوى شويه من رضعه البيبي، او يعني يكون اقوى شويه صغيرين، يعني سيكه صغيره من دمعه العين. تمام. دلوقتي بقى هبتدي اجيب بوله واشتغل بقى في الزبادي. خلاص هو كده اللبن مظبوط معايا جدا ان انا اعمل بيه الزبادي. هبتدي اخد الوش اللي انا خرجته وانا بغليه، وهلم بردك اي قشطه طلعت عليه وهو بيبرد بردك هحطها بردك في نفس البوله، واحط معاهم شويه من اللبن. ودلوقتي بقى هضيف الاضافات دي لازم ان انت تضيفيها معلقه من السكر، معلقه كده تكون حلوه. لو عايزه تشيلي السكر خالص ما مفيش اي مشكله، بس الصراحه في الوصفه اللي انا عملتها النهارده دي كان طعمها تحفه. بس هقول لكم على المشكله اللي حصلت معايا فيها ايه هي. معلقه من السكر، معلقه من اللبن البودر، وهبتدي ان انا اقلبهم مع بعض لحد ما يعني اندمجوا كده ودابوا شويه. ببتدي ان انا اجيب الخميره بتاعتي اللي هعمل بيها الزبادي، يكون زبادي جايباها من عند اللبان نضيفه. اهم حاجه زبادي بلدي او زبادي معلبه، اهم حاجه تكون نوع نضيف ويكون الصلاحيه بتاعتها والجوده بتاعتها تكون كويسه. باخد منها على مع كوبايتين ونص من اللبن باخد نص كوبايه من الزبادي، يعني معلقتين كبار من الزبادي او معلقه ونص. ما تكونوش هرميين. لو انت هتعملي كيلو لبن كامل هتحطي علبة الزبادي كاملة، ودي هتكون اول علبة زبادي هتجيبيها. وبعد كده لما تيجي تعملي الزبادي تاني مرة هتاخدي من الخميرة بتاعتها، هتاخديها من الزبادي اللي انت عاملاها. تمام. بس اهم حاجه كملوا الفيديو عشان ما تغلطوش الغلطه بتاعتي اللي انا غلطتها، او تقعوا فيها يعني. وممكن تظبط معاكم، بس اهم حاجه ان انتوا برضك تشوفوا اللي حصل معايا، لان انا حرفيا يعني ضاعت مني كل الزبادي اللي انا عملتها. دلوقتي بقى بجيب مصفى وبصفي فيها الخميره اللي انا عملتها على بقيه اللبن. بعد ما صفيتها كويس جدا عشان تبقى ناعمه معايا على مصفى كده تكون الفتحات بتاعتها صغيره. بقلب كويس جدا زي ما انتم شايفين اللبن بالخميره اللي انا عملتها، وبجيب الكوبايات او الاطباق اللي انا هعمل فيها.
مش بحط بقى منها كده بالكسرولة او بالحلة، بضيفها بقى كده في معيار او اي حاجة كده يكون لها بوز عشان ما يتكبش مني بره او تهدر مني. ببتدي ان انا بقى انزل جبت بقى الكوبايات الصغيره، او هي يعني علب كده صغيره، كان ليها كمان هتشوفوها في الاخر، ليها كمان غطيان كده شكلها كويس جدا. كانوا شكلهم الصراحه عجبني. بس ما كانش عندي غير الكميه دي، فانا قلت كمان اجرب ان انا احط في الاطباق اللي هي العاديه، الاطباق المفتوحه، الاطباق بتاعت الجيلي وكاستر وكده. حطيت بقى 3، عملوا معايا 6 كوبايات، يعني 6 علب من الزبادي كده، بس طبعا حجمهم كبير عن العلب اللي احنا بنجيبوها، هي موفرة جدا الصراحة. وكمان طعمها احلى من بره والله. بصوا عملت بقى 3 من الشكل ده و3 من الشكل ده، كلهم بنفس الخليط، بنفس اللي انتوا شفتوه قدام عينيكم اهو. دلوقتي بقى جبت صينيه وحطيت فيها فوطه، وهبتدي ان انا اجيب ميه مسخنتها على النار او من الكتل، بس من الكتل هتبقى سخنه قوي، فانا سخنتها بس كده ايه، تبقى دافيه. ما تكونش سخنه مولعه عشان ما تبوظليش الخميره بتاعه الزبادي. دلوقتي بقى جبت الميه كده وحطيتها تكون دافيه الى حد ما، يعني ادفى من حرارة الزبادي اللي انا عاملاها. وهكون مشغله الفرن، يا دوبك سخنته وطفيت النار، طفيتها خالص وسبته كده هادي شويه، ما دخلهوش وهو حامي قوي عشان برضك ما تبص معايا. ببتدي ان انا ادخلها فيه بعد ما هدى شويه من الحراره بتاعته، وبسيبها فيه 4 5 6 ساعات، وممكن تسيبيها عادي لتاني يوم. انا سبتها 6 ساعات 7 ساعات كده، وبعد كده دخلتها التلاجة، ما شاء الله طلعت زي الفل. زي ما انتوا شايفين، هتشوفوا المشكله لحد الان هي لسه ما خلصتش، وانتوا تقريبا عرفتوا المشكله في ايه اللي انا وقعت فيها واللي حصل معايا، وفلوسي راحت على الارض لان ال3 بس هما اللي مسكوا، وال3 دول للاسف ما مسكوش، مع انهم نفس الخليط ونفس الطريقه بالظبط، ما حصلش فيهم اي حاجه، بس اللي في الكوبايات بس هما اللي مسكوا، لكن اللي في الاطباق للاسف ما مسكوش. ال3 عملوا وش وما مسكوش. الغطيان اللي انا مغطيه بيها دي اول انا يعني لما دخلتهم التلاجة غطيتهم بيها، بس يعني ده اللي حصل حرفيا، اقسم بالله ما حصل اي حاجة تانية خالص. فانا بقى بقول لكم، ويعني اللي انتوا تستفيدوه من الفيديو ده ان انتوا تحطوهم كلهم في كوبايات، ما تحطوش في الاطباق دي، لاني للاسف ما مسكتش خالص، وانا يعني كده ما استفدتش غير ب3 بس من 2.5 كوباية لبن. دول ما كنتش عارفة اعمل فيهم ايه وهنسحروا ازاي. قلت بقى خلاص، دول يتعملوا عصير او يتحطوا بقى مثلا يتشربوا كده زي الرايب، لان هما كانوا لبن، ولا هما رايب ولا هما عاملين قشطة بس ولبن من تحت، يعني مش طعم الزبادي نهائيا. فالصراحة ده الحاجة المشكلة اللي حصلت معايا النهاردة في الزبادي، وقلت لازم اقولها لكم. كان نفسي طبعا تظبط كلها وال6 كوبايات يكونوا مظبوطين، بس هوريكم دلوقتي القوام بتاع الكوباية اللي ظبطت معايا، ال3 كوبايات دول اللي في البراتيم او الكوبايات دي. ما شاء الله شايفين قد ايه المعلقة جميلة جدا وطعمها لذيذ جدا، ما فيهاش اي مشكلة خالص 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 نهائيا. لكن المشكله الكبيره والمشكله الصعبه كانت بالنسبه لي هي طبعا اللي ما مسكتش، وبقول لكم ان انتوا دلوقتي تحطوا في كوبايات او براتيم زي ما انتوا شايفين كده، او تشتروا حاجات معينه للزبادي تحطوها فيها تكون طويله كده زي الكوبايه. واتمنى تكونوا استفدتوا اي حاجه من النهارده من الفيديو، ما تزعلوش مني لو طولت عليكم، وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم، وتسحروا بالهنا والشفا في الزبادي، وما تحطوهاش ابدا في اطباق، حطوها في كوبايات. ولو يعني ليكم طريقة او ليكم فكرة ليها، ياريت تسيبولي كومنت. باي باي، ما تنسوش اللايك. السلام عليكم.